ابني بيكذب أعمل إيه؟ رسيني. أول حاجة لازم تبقى عارف إن من سن 4 سنين ل6 سنين مهارة الكذب عند ابنك بتزيد. تاني حاجة إن في 4 أنواع للكذب أو 4 أسباب بيخلوا ابنك يلجأوا إلى الكذب. أول حاجة إنه يكون بيتجنب العقاب أو بيهرب من مسؤولية حاجة. يعني أنت كسرت ده وقعت ده وده هيبقى لأن أنت بتضربه أو بتقسو عليه أو بتزعق ليه أو لإخواته، فبيبقى خايف من رد فعلكم لو قال الحقيقة. تاني حاجة إنه يكون بيجذب الانتباه لو ابنك مش حاسس بحقه، أو مثلا بتهتم بإخواته عنه، أو إن أنت بتقارنه بحد، أو إن أنت مش بتتكلم معاه فيبتدي يحس إن هو محتاج يلفت انتباهك إنك تهتم بيه أكتر. تالت حاجة إنه يبقى عايز يبقى حديثه أكثر إثارة، وده لو أنت معتبره طفل وحطه على جنب بلعبه ومش بتتكلم معاه مش بتشاركه حوار، فبيكون دماغه أكبر من شوية اللعب دول ويبقى شايفك بتتكلم مع أخوه أو مع مامته طول الوقت، أو إن أنتوا في الشغل مشغولين عنه، فهيبتدي يخلق حاجات من خياله بيتكلم فيها. وده بالذات لو جالكوا ضيف أو حد هتلاقيه ماسك ودانه وعمال يرغي وعمال يقول له أنا شفت ديناصور أو أنا ضربت 5 في المدرسة. رابع حاجة ودي مهمة جدًا، لو ابنك بيشوفك بتتخانق مع مامته كتير، أو في توتر في البيت، أو بتضرب أخوه، أو حاجات زي كده، أو ما فيش بينكم علاقة حلوة، فهيبتدي يبقى خايف على مشاعرك أو مشاعر مامته، فهيبتدي يكدب، عشان ما بيبقاش فاهم إن كلامه ده ممكن يحطه في مشاكل أو يخليكم تتخانقوا مع بعض، أو ما بيبقاش عاوز يزود من توتر البيت، فهتلاقي ابنك دايمًا خايف يقول لك على حاجة لا تزعق لمامته أو العكس، أو إنكم دايمًا بتسألوه أنت بتحب مين أكتر؟ طب أنت ليه مع مامتك كده وأنا لأ؟ فده بيحطه في ضغط في إنه دايمًا خايف على مشاعركم. رسيني.